السلام عليكم. معكم محمد احمد في سلسله الشروحات الخاصه بنا ان شاء الله لغه برمجه بايثون 3. ده جزء جديد في السلسله بتاعتنا ان شاء الله. كل غرض منه انك تقوي نفسك في اللغه. كورس عباره عن بعض التمارين والالجوريزمات زي ما احنا قلنا في الفيديو بتاع المقدمه. اول تحدي معانا النهارده ان شاء الله عباره عن برنامج، طبعا الكود انا خفيه. نعمل رن. البرنامج عباره عن انت بتختار انت كلمه، والكمبيوتر بيحاول ان هو يجيب الكلمه دي، فبيقول لك بليز think of a number between 1 and 100، يعني فكر في رقم ما بين 1 و100، وهو الكمبيوتر هيبدا ان هو يخمن الرقم ده وليه 10 محاولات. فبيقول لك ان هو خمن 50، فبيقول لك انت اضغط 1 لو الرقم اللي انا خمنته ده اعلى من اللي انت مخمنه في دماغك، او اضغط 2 لو الرقم ده اقل، واضغط 3 لو الرقم ده هو اللي في دماغي. فرض ان انا مثلا قلت الرقم 40، فاضغط هضغط رقم 1 لان ال50 اكبر من ال40. فيجي يقول لك النمبر بتاعك، الرقم اللي انت خمنته اللي هو من ما بين 51، هو ليه 9 محاولات متبقية. فبقول لك هو خمن 25. طبعا 25 قليلة، فهنختار رقم 2 لان اقل من ال40. فبيقول لك الرقم بتاعك ما بين 25 و50، ولاحظ ان هو بقى ليه 8 مرات متبقية، وبقول لك هو اختار 37. فهتيجي انت هنا تقول له ان 37 برضو لسه قليلة، فتضغط 2. فيجي يقول لك ان الرقم بتاعك ما بين 37 و50، وبقول لك هو 43، ولاحظ ان لسه هنا 7 محاولات. فهنا 43 اكبر من ال40، فاضغط 1. هيجي يقول لك هنا ان النمبر بتاعك ما بين 37 و43، فاضل 6 محاولات لان كل دول غلط، وبقول لك اللي هو اختار 40. طبعا احنا مختارين 40، فهنضغط 3. هيجي يقول لك so did I guess right، واو يعني هو I win، يعني هو فاز، ان هو اختار الرقم. وبعدين هيسألك انك تلعب تاني ولا لا، فلو انت ضغطت يس هيفتح لك اللعبة تاني عشان خاطر تلعب. اتمنى ان المثال يكون واضح. انتظرونا ان شاء الله الخميس الجاي هنقول مين اللي حله، ولو محدش حل ان شاء الله هننزل الخميس فيديو بيشرح الكود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.